الدنيا بتولع في الشرق الاوسط وامريكا بتحاول تطفيها. خلينا اشرح لك الكلام على ايه. امبارح ماركو روبيو وزير الخارجيه الامريكي وصل اسرائيل، وفي نفس الثانيه بالظبط اسرائيل قصفت اكتر من 30 بيت في غزه وشردت الاف الناس. واللي يخليك تتجنن ان نتنياهو طلع يقول بعدها دي اخر كتيبه لحماس، مع انه قال نفس الكلمه دي من اكتر من سنه. ماركو روبيو اللي المفروض انه كان جاي اسرائيل عشان يتكلم على الهجوم اللي حصل على قطر من اسبوع، اول حاجه عملها انه راح الحيطه الغربيه مع نتنياهو، ولما اتسال عن الهجوم قال ببساطه اللي حصل هنتكلم دلوقتي عن اللي جاي. وكأن الموضوع تفصيله صغيره، بس قطر شكلها مش عايزه تفتح صفحه جديده. الدوحه طلعت النهارده تقول ضربات اسرائيل علينا مش هتعدي من غير رد، ولو سكتنا النهارده مفيش بلد هيسلم بكره. وده يعتبر مش مجرد كلام، ده تهديد واضح ومباشر. امريكا دلوقتي بتحاول تتدخل بين حلفائها عشان قطر ما تنفذش التهديد بتاعها، والموضوع ده ممكن يقلب الموازين في المنطقه كلها. والسؤال بقى، هل امريكا هتقدر تسيطر على الوضع وتخلي قطر تسكت، ولا رد قطر على اسرائيل هيكون بدايه لتغيير كبير في الشرق الأوسط؟